السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل والورد والياسمين، مساء الرضا من رب العالمين. حبايب قلبي وحشتوني، يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نصلي على النبي ونخش نشوف الغدا النهارده يفتح النفس. مين بقى ما نفسوش ياكل الاكل ده بالشكل ده؟ تعالوا بقى نصلي على النبي ونشوف النهارده احنا هنعمل ايه وازاي. عملنا محشي بتنجان ملوش حل، محشي كرنب باللحمه، وكان عندنا بطايه كده محترمه سلقناها، ظبطنا الدنيا. بصوا المطبخ عامل ازاي. طبعا انا لميت كل الليله دي الاول، وقفت طبعا غسلت المواعين ونضفت الدنيا وشلت كل حاجه ونضفت عشان اعرف اشتغل. كان بقالي كتير جدا ما عملتش كرنب فريش كده على طول. كان عندي في الفريزر، كانت اختي جايبالي كميه وكنت بطلع اعمل منه على طول، فحسيت ان انا نفسي اسلق ونفسي اعمله كده على طول، مع ان اللي كان في الفريزر كان حلو جدا. طبعا كنت بعمل حبه صغيرين جنب الاكل، فعشان انا بحب الكرنب جدا. هنا بقى طبعا بدأت اسلق في الكرنب، وكنت طبعا غاسله البطايه وصفيتها كويس، وحطيت عليها ملح وفلفل، وحطيت عليها شويه كزبره، وحطيت عليها روزماري، وحطيت عليها واحده ليمو ناشف، وحطيت عليها حبهان مطحون، وحطيت عليها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، وحطيت عليها قرنفل. ظبطت الدنيا يعني عشان ريحه الزفاره ما يبقاش فيه خالص، ان انا غسلاها وكنت نقعاها يعني مظبطاها، وحطيت عود قرفه اهوت. ظبطت الدنيا وسبتها تتسلق مع نفسها. خلاص هنا طبعا بنعمل خلطه المحشي بعد ما سلقنا الكرنب. جبنا بقى كام بصلايه كده محترمين قطعناهم، وحطينا بقى الملح والفلفل والبهارات وبابريكا وكزبره. دي خلطه المحشي. خلاص، وحته ليا. بصوا انا مقطعه الليا مكعبات، عملت بيها المحشي كان ملوش حل. خلاص طبعا انا حطيت كل البهارات طبعا، وشويه حبهان وشويه قرفه على الخلطه. ودي عندي كانت قوطه كنت انا عاملاها يعني صلصلتها، ما حطيتهاش في الفريزر للاستعمال، سبكتها وظبطتها. هنا طبعا جبت بقى بصلايه بشرتها، وحطيت عليها كزبره وملح وفلفل وبس كده، وكمان نتشة سكر صغيره وبابريكا، عشان انا ديت هعمل بيها بقى، هعمل بيها اللحمه اللي انا هحطها في الكرنب. دعكتها كده كويس في قلب بعضها بعد ما حطيت عليها البهارات، واللحمه مقطعاها شرايح رقيقه خالص. يا ريت تكون حته كمان يعني تاخدش سوا، عشان انا مش بسويها ولا بعمل فيها اي حاجه، بتاخد هي بس يا دوبك سوا المحشي ساعه. انا قطعتها كده، كانت عندي دي حلوه ملبسه، قطعتها شرايح كده زي ما انتم شايفين رفيعه على قد ما قدرت، وتبلتها سبتها بتاع شويه كده على ما على ما خلصت اللي انا بعمله. بدات هنا يبقى احشي وادي اللحمه اهي زي ما انتم شايفين. ورق الكرنب هنبدا بيه الاول. طبعا انا هنا حشيت اول بس صف كده، وبعدين حطيت بقى بدات انزل بقى باللحمه كده. بصوا اللحمه متبله، البصلايه بتاعت اللحمه ودت المحشي في حته تانية خالص، غير طبعا انه باللحمه استوت فيه طعم خطير ومتبله بالشكل ده. خلاص هنا كده رصيت طبقه وهكمل بقى حشو، وارص الطبقه التانية عليها على قد لحد ما اللحمه تخلص اهو زي ما انتم شايفين كده. طبعا الحله عشان اللحمه بتعمل فرق جامد، اتملت بسرعه، مفيش اي مشكله خالص، بس كان يا دوبك برضه على قد الحله بس. وهنا جبت البتنجان ما قورتوش جامد، خليته كده عشان ده بتنجان بلدي اصلا كان جاي لي من البلد، قورته خليته تخين كده عشان احس بطعم البتنجان. وعملته بقى، حطيت عليه بصل كتير وقطعت عليه ترنشات بصل من فوق. عملت بقى كان عندي صلصه الطماطم اللي انا كنت عاملاها في البيت فاض منها، ودي شوربه البط. فعملت بقى، خدت من الصوص اللي فاضل بتاع الطماطم كله حطيته على الشوربه، وسقيت بقى بيه المحشي. البتنجان طبعا، الكرنب طبعا اول يوم غطى على البتنجان، بس البتنجان كان رهيب رهيب. بصوا البصل اللي انا مقطعاه ده كان يتاكل قبل المحشي. وهنا طبعا عشان المحشي، ودي خدت برضو معلقتين من الصوص، حطيت عليها شويه صويا صوص وعصرت ليمون، شويه مستردة وزيت، ودهنت البطايه واحطها على الشوايه تتحمر. وعملت بس شويه شوربه كده يعني جنب الاكل، عشان هما متعودين ان انا بعمل ملوخيه وبعمل حاجات جنب الاكل، لكن المحشي ما كانش محتاج اي حاجه جنبه، هو كان محتاج يتاكل كده. مش قادره اقول لكم يعني احنا كلنا منه بصراحه، انتحرنا. حطيتها على الشوايه والمحشي طلع. بصوا البتنجان عامل ازاي،
والشوربه. بصوا بقى ورق الكرنب كان فيه صوص كده بيلوز. بصوا اللحمه طلعت مستويه وجميله جدا. والله الطعم بقى يوديكوا في حته تانية خالص. لازم تجربوا محشي الكرنب باللحمه بالطريقه دي، وتجربوا البتنجان تسقوه بالصوص الاحمر كده وتغرقوه. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.